صباحكم رزق وتفاؤل وامل بالله. مقتطفات من يوم يا جماعه، ده مش روتين يوم طويل، ده بس مقتطفات الحاجات اللي حصلت في يومي اللي هي الاساسيه او الضروريه. فاخدت لكم بس منها كده شطات بسيطه عشان عايزه اتكلم معاكم وتقولوا لي اعمل ايه، عشان انا مش عارفه اتصرف لوحدي. فقبل ما نبدا هنعمل ايه؟ هنصلي على الحبيب في التعليقات عشان قلبنا يطيب، ونحط لايكات كتير. هنا قناه عالم نور 33 لو متلخبطه في القناتين. قناه هنا يا جماعه جديده، فعايزاكم تقفوا جنبي كده وتدلعوني بقى لايكات وشير وتشتركوا في القناه عشان يعني ربنا يكرمني. ادعوا لي ان هي ربنا يجعلها يا رب ان شاء الله، يعني تبقى عتبة رزق جديدة. المهم ما علينا، حطي لايك، عملت شير، صليتي على الحبيب. تعالي اقول لك بقى عملت اكل ايه. اللي ابو عمر قعد طبعا يزن عليها وقعد يقول لي اعملي الكبده اعملي الكبده اعملي الكبده. تصدقوا وتامنوا بالله؟ يعني قولي لا اله الا الله، هتامني بالله طبعا. اترمت في الاخر. يعني هو بيقعد يزن على حاجه واعملها، انا ماليش فيها، مش باكلها قد كده برضو. زي ما كنت قايله لكم ان اختكم في الله رمرامه شويه، يعني ممكن احب سندوتشات الكبده بتاعت بره اللي بتبقى في العيش الفينو وتبقى سبايسي قوي، دي اللي بيبقوا رادمينها شطه عشان يداروا على حاجات وبلاوي كتير فيها. لكن ريحه الكبده البلدي او طعم الكبده البلدي بقى ضايقاها طعم دبيح، ما بحبهاش خالص. محدش يسالني ليه وازاي، معرفش. المهم كنت بوريكم الخل، ازازه الخل يا جماعه لقيتها عندي مليانه شوائب، وكنت منزله بوست على الفيس وقالوا لي ان ده كده الخل الاصلي واوعي تخافي منه. في الطبيعي انا كنت برميه، بس لما قالوا لي كده لا، عملت لنفسي ستوب وقلت خلاص مش مشكله استخدميه من غير ما تبصي على الازازه. المهم غسلنا الحوض مكان ما عملنا الاكل. طبعا كنت مديه الكبده شطفه، برده ما بعملهاش كده، لازم اديها شطفه مكان السكينه والقرمه اللي بقطع عليها والحاجات دي. هنا كنت بقول لكم ان الليل يا جماعه ليل عليا، واليوم بيكون طويل جدا مع الاولاد، ربنا يا رب يهديهم ويحميهم. ما كده كده يعني خلينا متفقين، ما بيبانش على البيت نظافه ولا بيبان عليهم نظافه، يعني مهما يكونوا مستحمين او واخدين شاور او مغيرين او مش عارفه ايه، وهو شويه وتلاقوا كل حاجه ولا كانها لم تكن. ما شاء الله اللهم بارك. انتوا شايفين هم مبسوطين وفرحانين بالوسع قد ايه. طلع عندي مشكله كبيره ومش عارفه احلها من ساعه ما غيرت نظام الريسبشن وعدلت السفره بحيث ان هي ما تبقاش مزنوقه قوي كده في الشباك، وخليت فيه مساحه ووسع كبير، وهم ما بقوش عندهم الشغف ان هم يلعبوا. يعني كانوا الاول مثلا الاقيهم بيتخانقوا على السكوتر، مين هيقعد يلعب بيه شويه. الهوفر بقى يتركن، ما بقوش يجوا جنبه. هنا تيتويا طبعا الاصابات المعتاده بتاعتها هي وعمر، على طول عمر يتفشها كده يزقها، يا اما هي توقع عن نفسها. يعني ربنا يا رب يحميها من وهي صغيره دايما متصابه. ربنا يا رب يحفظ لنا اولادنا جميعا ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. المهم ان انا بحاول معاهم بكل الطرق، يعني ايه، نحاول ان احنا نجدد من الملل اللي بنعيش فيه. طبعا فكرة ان انت قاعدة محبوسة بالاولاد في البيت ده بيخلي عندهم يعني طاقة كده من الخراب. يا جماعة مش عايزاكم تتفاجئوا من الموضوع اللي انا بقوله. انا حرفيا ابني ربنا يا رب يهديه ويحميه، عشان بس في ناس فهمت كلامي غلط على الفيديو اللي كنت بتكلم فيه على البيبي الجديد والكلام ده، وبقول ان عموري سهل شويه ان انا اسيطر عليه. لكن يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، ودماغه شغاله في الخراب عادي، يعني هو زيه زي اخواته، بس لما بقيت بتكلم معاه بقيت بعرف اسيطر عليه. انما تيتويا لا، عنيده، فهمتوني؟ المهم يعني ده ما يمنعش ان عمر ما شاء الله خلالي الشقه قرعه، فانا ما بقتش عارفه الهيهم زي الاول يعني كانوا الاول يتخانقوا على الهوفر مين هيلعب بشويه، والله العظيم يقعدوا يعيطوا وبتاع وكده. دلوقتي بقى يتركن ولا بقوا يعبروه اساسا. طيب انزل لكم السكوتر؟ لا. طب الهوفر مركون نلعبوا بيه؟ لا. طب مش عارفه اعمله ايه؟ لا. الطاقه كلها طالعه في ايه بقى؟ في خراب البيت. يكسروا بقى في الحاجه، يبوظوها، يوقعوا لي الستاير. والله حزينه من قلبي على الستاره بتاعه الاوضه بتاعتي، وقعوها كذا مره من مكانها، زي ما تقولوا الستاره وهي بتقع بتتلف على المسامير اللي كانت متكلبشه بيها في الحيطه، اتخرمت، القماش نفسه اتقطع. انتوا متخيلين وصلت لفين؟ ويا ريتهم اصلا مستوعبين هم بيعملوا ايه. وعماله اقول لهم الحاجه سترينا، الحاجه ستر البيت، الحاجه لما بتبوظ مش بنعرف نغيرها. المهم يعني ما علينا. المنشر بقى بتاع الغسيل دي بقى الحاجة التانية، يعني انا مش عارفة ارجع مكان السفرة زي ما كان ووسع لهم الدنيا، يكون عندهم الشغف ان هم يلعبوا، لان غالبا المكان دق عليهم فما بقوش يعرفوا يلعبوا زي الاول. وفي نفس الوقت انا مش قادرة اعمل ده بسبب ان احنا يعني عندنا في الاسبوع سيشن او 2، فنعمل ايه بقى؟ انتوا قولولي.
ارجع السفره مكانها، ولا يعني فكروا معايا في النظام كده، اعملوا يديني البراح اللي انا كنت عاملاه لما كنت لازقه السفره في الشباك. وحته لزق السفره في الشباك دي مش هتنفع دلوقتي، يعني هتنفع في ايام معينه في الاسبوع لكن مش هتبقى دايما. المهم هنا كنا بنتكلم مع لولي كانت مخبيه الفلوس بتاعتها، كانت نانا مديها لها، كانت مخبيها تحت السجاده. يعني انتوا متخيلين هي عقليتها جابتها لفين ان تخبي الفلوس تحت السجاده؟ هي ازاي اصلا شافت المكان ده امين؟ يعني انا والله العظيم ما عارفه. المهم السكوتر على الكرسي وخربين الدنيا، وزي ما انتوا شايفين كده طبقت غسيل، نشرت غسيل، والغسيل ما بيخلص، بيولد حرفيا. غسيل المواعين والغسيل نفسه بيولدوا، ما يعني ايه، ما فيش سيطرة عليهم. فالمشكلة التانية بتاعتي في حتة المنشر. اوقات ما اكذبش عليكم واحنا عندنا ستيشن بضطر ان انا اطلع المنشر بره، لان لما بدخله الغرفة جوه بتاعت عموري ابو عمر بيقعد يتخانق معايا ويقول لي غلط، لان هو بيشوف فيديوهات كتير يعني على النت وكده، ان غلط ان الاولاد يستنشقوا اي حاجه فيها منظفات والوبر. وانتوا بصراحه كنت قايلين لي الموضوع ده كتير، فانا غصب عني شويه اطلعه بره في الريسبشن، شويه ادخله جوه في الغرفه، شويه اطلعه بره، شويه ادخله جوه، هكذا. هنا بقى الفقرة المفضلة والمحببة لقلبي، مع ان يعني احنا في الاخر واخدينها كلعبة، يعني في الاخر فلوس بتفضل تتشال وما بيبقاش ليهم قيمة. يعني بتهيألي ان احنا لو جبنا بيهم حاجة في وقتها يبقى احسن كتير، بس بنقعد بالسنة نحوش في يعتبر في مبالغ ملهاش معنى. المهم يعني ان الحمد لله الحصالات بعد ما فتحناها طلعت في الاخر فيها يعني مبالغ مش كبيرة لما جمعت الفلوس على بعض، واتصرفت في حاجات اللي جبتها بقى، المنتجات اللي جبتها بتاعت الشعر وشوية الحاجات الحبشتة كانت دي، بس يعني ما جبتش اي حاجة تانية، هو كده. واوقات بقى كنت بدي منهم تبس لو طالبة اوردر ولا حاجة، والحمد لله على كل حال. المهم ان انا يعني فلوسهم دي لما باخدها ببقى دايما حاطه من ناحيتي دين ناحيتهم، ان انا لو مصرف الفلوس دي في حاجه انا ملزمه ان انا ارجع لكم الفلوس دي زي ما كانت، او ان انا اجيب لكم بيها حاجه مفيده. انتوا متخيلين عقليتي؟ وابو عمر طبعا بقى بيفضل يسخن العيال عليا ويقعد يقول لهم ايه، خدت فلوسكم خدت فلوس. المهم عملنا حاجه نشربها، الكوبايه الفوقان اللي هي كوبايه او كوبايتين في اليوم، وهي فوقان وشبع بالنسبه لي بصراحه. وكان عندي سناكس حطيت عباره عن لب وسوداني مملح، بس مش باكل منهم كتير، يعني باكل كده اللي هو بس حاجه بس تضيع طعم المراره اللي بتبقى موجوده في الكافيين. ونشرت غسيل تاني، وكنت غسله حاجات من الشتوي عشان اعينها لانها عامله كركبه ورا الباب، او بعمر بيروح يعلقهم لي على كراسه السفره، انا مش فاهمه عليه في عز الحر. وهنا كنت بقول لكم ان انا شطبت الحوض، والحمد لله يومي خلص بسلام. والحمد لله الواحد والله العظيم يعني بيحمد ربنا ان هو بيوصل، يعني ان يومه يخلص بيبقى مبسوط وفرحان ان اليوم انتهى، وبيبقى عاوز يشحن طاقه لتاني يوم. فربنا يا رب يعنا جميعا. لو بتحبوا فيديوهات الروتين هتعملوا ايه؟ هتدعوا لي دعوه حلوه في التعليقات بظهر الغيب ان ربنا يوسعها عليا من حيث لا احتسب، ويرزقني بالبيت الواسع الفسيح، ولكم بمثل كل دعوه حلوه بتدعوها لي. وتحطوا طبعا لايكات كتير قبل ما تمشوا وتسيبوني، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، اقول لكم سلام.